خليني أسألك سؤال، لما تشتري شقة 150 متر، هل أنت بتشتري فعلا 150 متر بتعيش فيهم في الشقة، ولا جزء منهم رايح في حتة تانية وأنت مش واخد بالك؟ النهاردة هنتكلم عن أهم مصطلحين أي مشتري لازم يبقى عارفهم: نسبة التحميل والمساحة الصافية. أول حاجة، يعني إيه نسبة التحميل؟ نسبة التحميل ببساطة هي الفرق بين المساحة اللي مكتوبة لك في العقد اللي هي إجمالية، والمساحة الصافية اللي أنت هتقدر تستخدمها في الشقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو ساكن في عمارة، العمارة دي فيها بيبقى سلم، وممكن يبقى بسلم واسانسير، وبيبقى فيها ايه، منور خدمات، وبيبقى فيها ممرات وطرق، وفي خدمات مشتركة. كل ده مساحات بتتحمل على الشقة، وبتتخصم من المساحة الإجمالية اللي انت بتشتريها في العقد، وكل شقة بتشيل جزء منها، وبتبقى بنسب محددة ومعروفة. المطور المفروض بيقولك عليها لما تيجي تشتري، وده اسمه نسبة التحميل. يعني انت لو اشتريت شقة مساحتها 130 متر ونسبة التحميل قالك عليها المطور 30%، تعال نحسب مساحتك الفعلية ايه. تعال نضرب ال 130 اللي مكتوبين لك في العقد دول في 30% نسبة التحميل اللي قالك عليها المطور، هتلاقي نسبة التحميل طالعه لك بكام؟ ب 39 متر. تعال نقسم ال 39 متر من المساحة اللي مكتوبة لك في العقد اللي هي 130، هتلاقي نفسك المساحة الفعلية اللي انت بتستخدمها او المساحة الصافية كام؟ 91. طب تعالى نحسبها، ودي بنحسبها بنقول عليها ايه؟ من الكل للجزء، يعني من الكبير للصغير. طب ليها حسبة تانية؟ ليها حسبة تانية، وفي مطورين بتبيع بحاجة اسمها الصافي وتضيف عليها نسبة التحميل. بمعنى ايه؟ لو انت قالك مساحة الشقة الصافية بتاعتها 100 متر وانا بحملك 30%، تمام، ودي موجودة في شركات كتيرة مطورة، هتلاقي انه المساحة نفسها ال 100 متر وتزود عليها 30% يبقى 130. ساعتها انت استخدمت المساحة الصافية 100 متر. في الحالة الأولانية انت استخدمت المساحة الصافية كام؟ 91 متر، يعني في فرق 9 متر. خلي بالك المطور بيحسب لك ازاي، وانت لازم تعرف الفرق. هل نسبة التحميل هل دي دايما حاجة وحشة؟ لا طبعا، التعميم دايما غلط. ليه؟ لأنه نسب التحميل بتختلف من مشروع لمشروع ومن نوع الوحدة. يعني نسب التحميل في العماير انت بتراعي تكون قليلة عشان تستخدم ايه؟ المساحات بأكمل وجه، بس في نفس الوقت ما تقلش بحيث انه انت تعرف تستخدم الطرق والاسانسير والسلم في استخدامك اليومي. وفي نفس الوقت نسب التحميل لما تروح في فيلا او شقة في كومباوند كل ما بتكون عالية بتضرك احيانا، بس بتستفاد بايه؟ بتستفاد بحدائق ولاندسكيب وممشى بتستفاد منه، وبيديك ايه؟ خصوصية وهواء تقدر تعيش فيه، بيبقى هدوء اكتر. المشكلة بتحصل امتى؟ لما انت تبقى مشتري على رقم كبير وفي الاخر تلاقي المساحة اللي انت بتستخدمها رقم اصغر بكتير، ساعتها انت بتحس ان انت دفعت فلوس في حاجة مش فاهمها او اتضحك عليك. علشان كده دايما قبل ما تشتري اسأل السؤال: المساحة دي اجمالي ولا صافية؟ ونسبة التحميل كام؟ ومحسوبة ازاي؟ في مطورين بتبيع بالمساحة الصافية، وفي مطورين بيبيعوا بالمساحة الإجمالية. انت لازم تبقى عارف وواعي انت بتشتري من انهي مطور فيهم. خلينا اقولك على نسب مبدئية وخدها في الاعتبار. النسب التحميل في العماير العادية بتتراوح من 15 ل 20%، لو اتعدت اكتر من كده اعرف انه مؤشر خطر. وفي الكومباوندات توصل من 25 ل 30%، ولو انت لقيت نسب اعلى من كده لازم تسأل وتعرف ايه السبب. وخلي بالك لازم تعرف نقطة الأعمدة والتقسيمة بتاعت الوحدة بتاعتك، يعني مش كل 120 متر وبرضك صافيين زي بعض، لأنه بتختلف على التقسيمة. أحيانا التقسيمة تكون مريحة وتحس إنه الشقة أوسع، واحيانا بتبقى نفس ال 120 بس الاعمده محطوطه بطريقه هندسيه غلط، فبتضيق عليك الاستخدام وتحس انه الشقه اصغر. والخلاصه ايه؟ ما تشتريش رقم اجمالي، اشتري مساحه فعليه تعيش فيها. ما تفرحش ب 160 متر مكتوبين في الاعلان، اسأل أنا هعيش في مساحة صافية كام. لو أنت تقدر تشوف الأوتوكاد وتراجعه مع مهندس وتعرف الأبعاد الفعلية وتحسب نسبة التحميل، وعليه تقدر تعمل تصميماتك اللي انت بناء عليه هتشوف هل الوحدة دي تناسبني وهعرف أعيش فيها ولا لا، وتناسب العفش بتاعي
ولا لا. الارقام الصغيرات دي بتفرق في راحتك بعدين، وفي الاخر اللي فهم نسبة التحميل عمره ما يضحك عليه في رقم كبير، وفي الاخر اللي بيركز في المساحة الحقيقية بيشتري صح من الاول وفاهم يعني ايه نسب تحميل. يعني كده انت استثمارك صح.